السلام عليكم الاخوان. اليوم غندويو على متلازمه داون، ولا كما كنسميوها عندنا الطمنقيل. الشخص المصاب بمتلازمه داون في العالم كامل كيتسمى شخص مصاب بمتلازمه داون، الا حنا عندنا في المغرب كنسميوه مانغوليان. ولا الا كنتي بحالي غادي تكون اول مره غتسمع فيها هاد مانغوليان، غيمشي عقلك لواحد البلاد سميتها مانغوليا، ولا هي هادي. وشنو هي اصلا هاد مانغوليان؟ شنو هي اصلا هاد متلازمه داون؟ هاد متلازمه داون هي واحد الاضطراب وراثي كيزيد من عدد الكروموزومات، وهي مدى الحياة. هي تزاديتي مانغوليان غتبقى مانغوليان. ومن الأسباب الشائعة ومن السبب الرئيسي ديال هذه المتلازمة هي أن العدد ديال الكروموزومات اللي عند أي شخص طبيعي كيكونوا 46، عند الشخص المصاب بمتلازمة داون كتكون عنده 47 كروموزوم. وهذا الكروموزوم شنو هو أصلا؟ هذا الكروموزوم هو هذا، وهذا الكروموزوم باش توصل ليه خاصك دير خصك تاخد 1 مليمتر وتقسمو على مليون باش يلاه تشوف هاد الكروموزوم، وهو اللي مخلي واحد منو يتزاد عندك تولي مانغوليان، باش تشوف بلي العالم كاملو تزقل من انه يكون مانغوليان. ومن الاسباب اللي كتزاد من الاحتمال ديال انك تولي مانغوليان هي اما يكون شي واحد في عائلتكم قبل جداك، قبل خو جدك، ولا شي حاجه يكون تزاد مانغوليان. داكشي علاش كيخلي تكون هناك احتماليه كبيره انك تزاد انت مانغوليان. ولا يكون لك شي خوك مانغوليان، هي انت الا تزاديتي ولا كاين شي ولد قبلك مانغوليان، بحال دابا خوك انت تزاد قبلك مانغوليان، كاينه واحد الاحتماليه كبيره انك تزاد مصاب بمتلازمه داون. ولا كاين الاحتمال الكبير الام فوق 35 عام، وهاد الناس ديال بلون بي هي اللي غادي. ولكن الصراحه ماشي مشكل، الا كان المال ماشي مشكل، الفلوس تصلح اي شيء، واخا تكون انت براسك مانغوليان ماشي مشكل. الاعراض ديال هاد المتلازمه كيكونوا شي عيون مايلين، وكيكون واحد النفس صغير، هي نيف كبير، وكتشم النص ديال الهواء ديال هاد المحيط اللي كتكون جالس فيه. هي انت ماشي مونغوليان اخويا. التليفون قرب ليا شي شويه. المهم هادشي كيبان بلي انا ماشي مونغوليان. ومن الحوايج الاخرى هي ان عنقو كيكون قصير، كيكونش طويل بحال اللقلق، كيكون قصير ولا النعامه، وكيكونوا قصار. هي داك عشيرك اللي قصير راه بصح تقل من انه يكون مانغوليان، حيت المناقل كتكون فيهم غير جبرونس، الا كانت فيهم كتكون فيهم ديك جبرونس وانت هابط. وهاد المناقل كاينين حتى شي اعراض اخرى عقليه فهمتي، دماغي ماشي عقليه، هي انهم كيكون عندهم تاخر. شرح لك شنو هي التاخر. انت فاش كتكون عندك 6 سنين غادي تكون كتمشى، غادي تكون غتمشي للمدرسه، صافي كتمشى كتهضر مع اللي تمشي للمدرسه. هو فاش كتكون عنده يلاه 6 سنين يلاه غتقول كيتعلم يتمشى، عنده تاخر هذيك. وهاد المناقل ما عمركم لاحظتوا بلي الا دخلتي لشي قسم وكان فيه مانغوليان كتلقاه هو اللي قراي فينا كاملين. بحالي دابا انا كنت واحد المره في السوايع، كنت جالس وكان هناك واحد الدري كيدير معنا السوايع، مانغوليان ديال الماط، انسان خارق للطبيعه. حنا اللي مناقل قدامه الصراحه، قدام الاستاذ ماشي. ولكن يعني القرايه اصلا ماشي شي حاجه القرايه. السيد كيدخل كيشد ورقه كيتقمها وكيجلس كيبقى يتفرج فينا، واصلا غير الاستاذ اللي كيخليه يجلس. ومن غير هادشي كتكون عنده واحد المهارات جيده مقارنه بالقدره اللغويه. هو ما كيعرفش يدوي مزيان، ولكن هو اجتماعي اكثر منا. انا وياك اللي ديما جالسين في الدار، وفاش كنخرجوا كيقول لك شي واحد الله يحفظك كتقول ليه الحفاظه في راسك. هو راه احسن منا في داكشي، في التعامل مع الناس. انسان اجتماعي واخا عنده ضعف لغوي، واخا ما كيدويش مزيان، ولكن عنده قدره اجتماعيه احسن منا. هادشي اللي قريت، هادشي اللي قريت فاش بحثت درت واحد المجهود شخصي، وصافي هادشي اللي كان.